السلام عليكم، يا رب جميعا تكونوا بخير. انا ريهام. النهارده هحضر نوع من انواع البسكت بمكونات متوفره في كل بيت، وهو بسكويت التمر. هنقدمه بطريقه سهله وبسيطه وان شاء الله تنال اعجابكم. بس قبل ما نبدا الفيديو، اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وكومنت حلو منكم، وكمان لو لسه ما اشتركتوش في القناه تلحقوا بسرعه تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. ويلا بينا نبدا. بسم الله. والمقادير زي ما هي قدامكم كده بسيطة جدا، وكمان هبسطها عليكم اكتر واقولها لكم بالكوب المعياري. هنا معايا كوب من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، وكمان كوب الا معلقة كبيرة من السكر البودرة، وكمان حبة من البيض، وكمان هنا معايا المفروض 3 اكواب من الدقيق، بس دول كوبين والكوب التالت هقول لكم عليه اثناء العجن، وفانيليا باودر او فانيليا سايلة. هنبدأ كده نضيف الزبدة والسكر في الوعاء اللي هنعجن فيه، وطبعا هسيب لكم المقادير في الديسكريبشن بوكس بالجرام علشان الناس اللي بتحب تشتغل بالجرام. هنبدأ كده نخفق الزبدة مع السكر لعند اللون ما يبدأ يفتح جدا معايا ويكون كريمي جدا وهش زي ما هو واضح كده قدامكم. هوقف كده خفق وهبدأ اضيف حبة البيض وكمان نص معلقة صغيرة من الفانيليا الباودر، وكمان معلقة صغيرة من الخل الابيض. هنبدأ كده نخفق البيضة لعند ما تختفي تماما بالشكل ده كده، ويرجع الخليط بتاعي فاتح جدا وكريمي وهش زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هبدأ اضيف كوبين الدقيق اللي عندي وهستمر في الخفق بالشكل ده كده، نقلبهم مع بعض لعند ما يندمجوا تماما. ودلوقتي هبدأ اضيف الكوب الثالث وهكمل عجن بالسباتولا بالشكل ده كده. هنستمر في العجن زي ما انتوا شايفين بنفس الطريقة كده وبنفس الخطوات لعند الدقيق ما يختفي تماما. شايفين العجينة قد ايه ناعمة جدا ومتماسكة وكمان متفتحة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هو ده القوام المطلوب للعجينة. دلوقتي هبدأ كده اسويها وهغطي عليها بكيس نايلون علشان هندخلها التلاجة تستريح لمدة نص ساعة علشان نرجع نشكلها تاني مع بعض. وده شكلها. وهبدأ هنا احضر التمر. معايا 300 جرام من معجون التمر او العجوة، هضيف عليهم نص معلقة صغيرة من القرفة البودر، وكمان رشة صغنونة جدا من القرنفل المطحون، وكمان لو في شوية من الحبهان هيبقى حلو جدا، بس انا للأسف الحبهان كان خلصان من عندي. وكمان هضيف عليهم معلقة كبيرة من الزيت النباتي او معلقة صغيرة من الزبدة على حسب ما انتم حابين. وهنبدأ كده ندمجهم كويس جدا مع بعض لعند اما المكونات كلها تندمج تماما مع بعضها بالشكل ده كده، وهو ده المطلوب. ودلوقتي هبدأ اشكلهم. هدهن ايدي دهنة خفيفة جدا من الزيت وهبدأ اكورهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وطبعا انا بكورهم دلوقتي علشان يسهلوا عليا عملية التشكيل اثناء فرد العجين بالشكل ده، وهو ده المطلوب. ودلوقتي هنبدأ نشكل العجينة مع بعض بعد العجينة ما ارتاحت لمدة نص ساعة في التلاجة. هنبدأ كده. انا بصراحة بحب اشتغل على اكياس علشان بتسهل عليا عملية الفرد وكمان بتطلع الشكل متساوي جدا. فهبدأ اخد جزء من العجين بالشكل ده
واكوره زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، وبعدين احاول اخده بشكل طولي شوية على شكل اسطواني، وهبدأ اضيف كده العجين على الكيس اللي عندي وافردها، وبعدين اجيب كيس تاني ونفرده يبقى كيس فوق وكيس تحت عشان يسهل عليا عملية الفرد. وهنبدأ كده نفرد زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، شكل عرضي شوية، وبعدين ناخد على شكل طولي بالشكل ده. ودلوقتي كده هبدأ اساوي سطح العجينة علشان يكون سطحها متساوي. هنبدأ نرفع الكيس اللي فوق بالشكل ده، وهنبدأ نحدد العجين بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. انا عايزاها يكون شكلها شكل مستطيل. طبعا الشرح بالصورة افضل من الكلام بالكتير. هنبدأ نشيل الزيادات بالشكل ده كده، وده الشكل. وزي ما انتم شايفين كده اخدت قطعة من التمر وفردتها على طول العجينة، وهبدأ افردها فردة خفيفة بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده، وهبدأ اخدها وارفعها على قطعة العجين اللي عندي، واديها ضغطة كمان خفيفة بالشكل ده اثبتها على العجين. وبعدين نبدأ ناخد كده طرف الكيس بالعجين ونرفعه على قطعة التمر اللي عندنا ونفرد بالشكل ده كده. هبدأ اشيل الزيادة اللي عندي. طبعا انتم شايفين الصورة بتشرح اكتر من الكلام. هاخد الكيس تاني والفه على العجين علشان انا عايزة العجينة بتاعتي تكون شكلها شكل رول، وهفرد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده وهي ملفوفة داخل الكيس. هفرد يمين وشمال، وبعدين اساوي كده الجوانب، وده شكلها بعد ما اتفردت كويس جدا. شايفين الشكل متساوي. هبدأ اجيب شوكة او اي حاجة عندي واعمل زي زخرشة كده على وش البسكوت بالشكل ده، ضغطات كده خفيفة كده بأسنان الشوكة تديني شكل حلو. وهنبدأ نقطع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واحاول بقدر الامكان ان القطع كلها تكون متساوية جدا. القطعة تقريبا سمكها حوالي عن 2 سنتي ونص في ارتفاع سنتي. اظن انتوا شايفين الشكل اهو بيتكلم عن نفسه. شكل التمر جوه العجين شكله تحفة جدا. هننقلهم زي ما انتوا شايفين كده على ورقة خبز بالشكل ده. وده شكل العجين بعد ما خلصته تشكيل بالشكل ده. هنبدأ ندخل الفرن على درجة حرارة 160 لمدة 25 دقيقة. وده شكلهم بعد ما خرجوا من الفرن. شوفوا بقى جمال القطعة، شايفين الجمال وشايفين كمان اللون، اخده لون ذهبي حلو جدا من فوق ومن تحت. وبكده اكون قدمت لكم بسكويت التمر. عايزه اقول لكم ان الريحه بجد والطعم تحفه جدا. اتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وان شاء الله ينال اعجابكم، ويا رب اكون كنت خفيفه على قلوبكم. ويلا استودعكم الله، باي، مع السلامه.